السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وحال. هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ، سهلة جدا وخفيفة قوي ومش هتاخد مننا وقت خالص. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وعشان القناة تكبر بيكوا ومعاكوا. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. معايا 4 وراك، هنضفهم كويس واغسلهم بالشكل ده تحت ميه جاريه، واشيل اي زيادات مش مستحبه فيها بالشكل ده. وتحت الجلد كمان. وبعدين هجيب طبق واعمل محلول النقع اللي هو ميه ومعلقتين ملح ومعلقه سكر وعصير ليمونتين، وبحب احط معاهم عود قرفه خشب وعودين قرنفل وورق لورا بيشيلوا الزفاره بيخلوا ريحه الفراخ حلوه قوي. هسيبهم بقى كده يا بنات يتنقعوا شويه من ساعه لساعتين على ما احضر صينيه البطاطس. معايا هنا البطاطس هقطعها حلقات بالشكل ده، ومعايا كمان جزر وبصل وفلفل وطماطم، كل ده هقطعه حلقات تقطيعه واحده بالشكل ده كده، كله نفس التقطيعه، بطاطس وجزر وفلفل وبصل وطماطم. وهزود معاهم 3 فصوص توم بيدوا ريحه حلوه قوي. كل ده كده هقلبه مع بعضه وهنزل عليهم بقى بالتوابل، ملح وفلفل وسبع بهارات وكاري وخلطة فراخ وبابريكا وزعتر وروزماري، وحطيت شوية ريحان صغيرين كده يدوني ريحة حلوة. وخدت من نفس التوابل دي وتبلت بيها كمان الفراخ بالشكل ده كده من تحت الجلد، واتبل الفراخ كلها. عندي بقى الصينية اللي هعمل فيها البطاطس، هحط حتة زبدة وشوية زيت، وهنزل بالوراك كده تاخد صدمة ولون بالشكل ده كده. التركايه دي يا بنات بتخلي طعم الفراخ جميل قوي قوي، بتديلها صدمه وبتشرب من التوابل اكتر، وبتدي صدمه كده للتوابل على الفراخ، وبيبقى لونها حلو وبتبقى طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي مش هتندموا بجد. خلاص كده هطلعها بقى، ودي عندي شكلها ما شاء الله جميل جدا. وهشيل بقى اي زيادات كده نزلت منها، وهسيب الزبده زي ما هي، وهنزل بقى بالبطاطس والبصل والجزر والفلفل اللي انا مقطعاهم والطماطم في نفس الزبدة اللي شوحنا فيها الفراخ. وهنزل بالفراخ وكوباية مية، وعندي حتة زبدة سيحتها وحطيت عليها معلقة صلصة ومعلقة صويا صوص. تمام بالشكل ده كده اهو. وبعد كده بقى ادهن صينيه البطاطس كلها والفراخ، ادهنها كلها كويس بالشكل ده، واغطيها بقى بورق زبده وورق فويل، وادخلها الفرن على درجه حراره 200. ودي كانت شكلها بعد ما طلعت، كانت حلوه قوي يا بنات وخفيفه قوي وهاديه كده، مش ما فيهاش يعني تسبيك ولا طماطم ولا الكلام ده كله. عملت جنبها رز حبايه وحبايه. الرز حبايه وحبايه ده ريحته كفيله تشبعني اصلا لوحدها. هنجهز بقى الاكل بالشكل ده كده، ودي كانت اكلتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، وفي رعايه الله. مع السلامه.